أنا سمعت صوتها قبل ما تموت بدقيقتين. كانت بتكلمني وهي واقفة على سور الموت. اسمي كريم، شغال في خدمة العملاء في شركة اتصالات كبيرة. 9 ساعات كل يوم، 200 مكالمة وشكاوى من كل نوع. بس عمري ما تخيلت إن مكالمة منهم هتفضل تزن في ودني الباقي عمري. يومها كنت في آخر شيفت، الساعة كانت 11:58 مساء، فاضل دقيقتين وأقفل الجهاز وأروح. لكن مكالمة دخلت في آخر لحظة، رقم غريب، كود المنطقة مش واضح. رديت وقلت بصوتي الآلي المعتاد: مساء الخير، معاك كريم من خدمة العملاء، تحت أمرك. ردت واحدة كانت بتهمس كأنها بتتكلم بصعوبة. كنت بس عاوزة حد يسمعني قبل ما أمشي. افتكرتها زبونة مكتئبة. حاولت أطمنها وسألتها عن المشكلة. قالت لي مش مشكلة، أنا خلاص قررت، بس كنت عاوزة حد يعرف إن أنا كنت هنا وكنت بتوجع. قلت لها حضرتك لو محتاجة مساعدة نفسية ممكن أحولك لجهة متخصصة. قالت لي لا خلاص خلينا أروح. وصلت لآخر سطر في الحكاية وسمعت بعدها صوت حاجة بتتكسر وصوت خفيف كأن في حد وقع من فوق. المكالمة اتقفلت. قعدت أبص في الشاشة وأنا مرعوب. بلغت المشرف، قلبنا الدنيا. بس الرقم ملهوش أي سجل، مفيش بيانات، مفيش اسم، مفيش عنوان. حاولنا نجيب التسجيل، السيستم كتب لي تم الحذف من المصدر، وده شيء مستحيل. السيستم مؤمن ب3 طبقات حماية. رجعت البيت وأنا مش قادر أنام، دماغي فيها صوتها، كل كلمة قالتها. تاني يوم وأنا داخل الشركة لقيت جورنال صغير معمول فيه خبر: فتاة تنتحر من فوق برج الاتصالات الساعة 12:02 صباحا. الصورة كانت مشوشة بس يا عيني عرفتها، هي نفس الصوت اللي كان بيكلمني. يعني كانت بتكلمني وهي واقفة على سور الموت حرفيا. حاولت أقنع نفسي إنها صدفة، يمكن مكالمة مسجلة. لكن بعدها بيوم جالي نفس الرقم الساعة 11:58 بالظبط. المرة دي ما ردتش، بس التليفون مرضيش يقفل، الرنين فضل شغال حتى بعد ما قفلت البرنامج كله. أكن في حد ورا السماعة كان بتنفس نفس تقيل زي اللي بيخرج من قبر. بقالي أسبوع كل يوم الساعة 11:58 الرنة تيجي، وكل مرة صوتها يبقى أوضح وبتقولي أنا لسه هنا بتوجع ومش لوحدي، تعال احنا كتير. المكتب حواليه بدأ يختفي وبيظهر مكانه برج مهجور، وصوت همسات حوالين ودنه: كريم دورك جه. أنا بقيت بكره الليل، بكره صوت الرنة، بس الأسوأ إني بدأت أستنى المكالمة. المكالمة انتهت لكن الأسئلة لسه ما خلصتش. القصة دي خلصت بس اللي جاي مرعب أكتر مما تتخيل. لو قلبك جامد ومستعد اشترك في القناة وفعل الجرس علشان تشوف بعينك الرعب وهو بيقرب منك خطوة بخطوة. مع المغرب وهم داخلين الغابة كل حاجة بقت غريبة. الجو بارد بطريقة مش طبيعية، والأشجار ضخمة وظلالها طويلة كأنها بتراقبهم. سامي لاحظ إن الصوت الوحيد في الغابة هو صوت خطواتهم، حتى العصافير ما بتغنيش. نادر قال: غريبة، مفيش حيوان واحد، حتى العصافير ساكتة. بالليل وهم قاعدين حوالين النار سمعوا صوت همسات جاية من بعيد، كأن حد بينادي بأصوات ضعيفة مش مفهومة. ليلى قالت: حد سمع الصوت ده؟ وفجأة سمعوا حاجة زي ضحك طفلة، بس الصوت كان غريب، كأنه جاي من جوه الأرض. وهما بيتكلموا بيحاولوا يهدوا نفسهم، ليلى قامت فجأة وقالت: أنا حاسة إني مش قادرة أتنفس. ومشيت شوية لورا، وفجأة بصوا وراها ملقوهاش، كأنها اختفت في لحظة. سامي صرخ: ليلى، ليلى، انت فين؟ لكن مفيش رد. سامي ونادر اتفرقوا في الغابة يدوروا على ليلى، لكن مع الوقت حسوا ان هما بيتوهوا اكتر. الاشجار بقت كأنها بتتحرك والطريق بيقفل عليهم. سامي سمع صوت حاجة بتمشي حواليه. لما لف شاف خيال اسود طويل شكله زي شبح ست شعرها نازل على وشها. وفي لحظة ظهر لسامي شبح راجل عجوز بعيونه حمرا. قال بصوت خافت: انتوا مش ضيوف، انتوا غزاة، الغابة ما بتسمحش لحد ينجو منها. الشبح كمل وقال: كل اللي بيدخل هنا وما بيحترمش الأرض دي بيبقى واحد مننا. سامي حاول يهرب بس كل مرة يطلع في مكان مختلف. نادر شاف في شجرة عليها وجوه مرعبة محفورة، وأول ما قرب منها
سمع أصوات ناس بتصرخ. سامي افتكر إن هم معاهم حاجات بتلوث الغابة وقرر يرميها بسرعة. وفجأة حس إن الطريق ظهر قدامه. بعد ما خرجوا من الغابة بصعوبة لفوا يبصوا وراهم، لكن ملقوش أثر للغابة، كأنها اختفت. لكن الغريب إن سامي بقى كل ما ينام يسمع أصوات نفس الأشباح، ولما يبص في المراية أحيانا بيشوف ضلالهم حواليه، وأحيانا خيال ليلى واقف بعيد وبيبص عليه بابتسامة باردة. بعد ما خرج سامي ونادر من الغابة السوداء قرروا ما يتكلموش مع حد عن اللي شافوه. كل واحد راجع بيته مرعوب وحاسس ان لسه في خطر حواليه. سامي دخل البيت على طول، لكن اول ما دخل شم ريحة دخان كأنه لسه حوالين النار اللي كانوا قاعدين حواليها في الغابة. اول ليلة سامي نام بصعوبة، لكن بمجرد ما نام بدأ يشوف كوابيس مرعبة. شاف ليلى كانت واقفة في وسط الغابة بتبصله بعينين سودة، بتضحك ضحكة مرعبة. كل ما يحاول يجري في الحلم الأرض بتتشقق تحته، وأصوات الأرواح بتتحول لصراخ عالي. نادر بدأ يحس بحاجات غريبة حواليه برضه. لما يبص في المراية يلاقي وراه شبح الشخص العجوز اللي قابلهم في الغابة، وكل ما يحاول يتجاهل الموضوع الشبح يقرب أكتر وأكتر. وفي يوم من الأيام سامي كان قاعد في الصالة، فجأة شاف خيال ليلى بيمر قدامه بسرعة. وقف مصدوم وقلبه بيدق بسرعة. كل ما يمشي في البيت يحس إن في خطوات وراه، وأحيانا بيشوف ليلى من بعيد مبتسمة. وفي مرة سمع صوتها بتقول ليه سبتوني هناك. نادر بقى يشوف خيالات كتير في بيته، لدرجة إنه بقى خايف ينام أو يفضل لوحده. كل ما يقفل النور يبدأ يسمع أصوات همس وحد بيناديه، وأحيانا بيشوف أثر أقدام طين على الأرض كأن حد لسه خارج من الغابة وجايله. الكوابيس دي خلت سامي يحس إن ليلى لسه حية أو إنه روحها محبوسة في الغابة. هو ونادر قرروا يرجعوا تاني للغابة لآخر مرة. المرة دي مش علشان يتخلصوا من اللعنة، لكن علشان يعرفوا الحقيقة عن ليلى. ولما وصلوا لنفس المكان اللي اختفت فيه قالوا بصوت خافت احنا اسفين، احنا مش هنرجع هنا تاني، بس عايزين نرجع بصاحبتنا. وبدأوا ينادوا على اسمها. فجأة ظهرت ليهم ضبابية بيضة كانت شبه ليلى. الضبابية بدأت تتحرك ناحيتهم ببطء، ولما قربت ظهرت ليلى بملابسها اللي كانت لابساها في الليلة اللي اختفت فيها. كانت بتبص لهم بنظرة حزينة وعيونها مليانة حزن، وقالت بصوت منخفض انتوا سبتوني لوحدي، انا مش هقدر ارجع. وليلى حكت ليهم انها من وقت ما اتفرقوا حست ان الغابة حبستها في مكان مظلم. كل ما تحاول تهرب تلاقي الاشجار بتقفل عليها، ولما كانت تحاول تصرخ الأصوات كانت بتتوه وسط همسات الأشباح. قالت ليهم إن الغابة حبستها بسبب وجود شخص ما بيحترمش الطبيعة، وإنه بمجرد دخولهم الغابة أصبحوا جزء من لعنتها. سامي يحاول يقرب منها، بس كل ما يقرب كان جسمها يتلاشى ببطء. ليلى قالت ليهم إنها مش هتقدر تخرج وإن روحها هتفضل محبوسة في الغابة. نادر حاول يقنعها تيجي معاهم، لكنها قالت بحزن الغابة اختارتني، مفيش خروج. وبعد ما فهموا إن ليلى ضاعت للأبد سامي ونادر خرجوا من الغابة وهم محطمين. ولما رجعوا بقت حياتهم مليانة شعور بالذنب والخوف، وكل ما يبصوا على صور قديمة ليهم مع ليلى يفتكروا آخر مرة شافوها فيها وهي واقفة في الغابة. في النهاية ليلى ما رجعتش فعلا، وفضلت روحها جزء من لعنة الغابة. وكل ما سامي ونادر يبقوا لوحدهم يحسوا إن ليلى بتراقبهم كذكرى مرعبة دايما تذكرهم باللي حصل. في يوم من الأيام حسام كان راجع من شغله متأخر جدا. الطريق اللي بيمشي فيه عادة ما بيكون مقفول للصيانة، فاضطر إن هو ياخد طريق جانبي معروف إنه مهجور ومحدش بيحب يعدي منه بالليل. بس حسام كان مضطر لأنه كان عايز يوصل بسرعة ومفيش طريق تاني قريب. حسام أول ما دخل الطريق حس بحاجة غريبة، الجو بقى أهدى من اللازم، حتى صوت الموتور بتاع العربية كان واطي كأنه بيهمس. الدنيا كانت ضلمة والشجر عن جنبين كان شكله مخيف قوي، أغصانه طويلة كأنها بتحاول تمسك أي حد يعدي. حسام حاول يهدي نفسه وقال دي بس تخيلات، خليني أركز. وهو ماشي لمح في مراية العربية حاجة بتتحرك وراها، بص بسرعة بس ما كانش في حد، لكنه كان متأكد إنه شاف ظل، حاجة مش طبيعية. بدأ يزود السرعة وقال أكيد أنا تعبان وبتهيألي.
بعد دقايق سمع صوت خبط على سقف العربية. الصوت كان واضح جدا. وقف العربية فجأة وخرج يبص فوق، مفيش أي حاجة. بص للشارع لقاه فاضي تماما، لكن لما رجع العربية لقى إن في علامات خدوش على السقف. حسام بدأ قلبه يدق بسرعة وحس إن في حاجة بتراقبه. كمل طريقه بسرعة، لكنه شاف شخص واقف في نص الطريق. الشخص ده كان لابس أبيض تماما ومفيش أي ملامح لوشه، كان كله زي الضباب. حسام داس على الفرامل بالعافية، ولما نزل يبص ملقاش حد، بس حس بحركة سريعة ورا ظهره. لف بسرعة لقى بنت صغيرة واقفة بعيد، وشها ما كانش باين بسبب شعرها اللي مغطيه بالكامل. البنت رفعت ايديها وشاورت ناحيته، بس صوتها كان غريب وهي بتقول ما كانش المفروض تعدي من هنا. حسام رجع العربية بسرعة، لكن بمجرد ما بدأ يتحرك الأنوار طفت والعربية بدأت تقطع، وصوت غريب زي الهمس كان حوالين العربية من كل مكان. فجأة سمع صوت صراخ جاي من كل الاتجاهات. الصراخ كان مليان ألم وغضب، كأن في أرواح محبوسة في المكان ده. بس بعد معاناة قدر حسام يشغل العربية وطلع بأقصى سرعة، لكنه هو خارج الطريق شاف في المراية الخلفية نفس البنت واقفة مع الشخص اللي شافه في الأول، وبصوا عليه بعينين حمرة جدا. أخيرا حسام بعد معاناة وصل البيت، لكنه ما قدرش ينسى اللي حصل وحاول يحكي لحد، لكن كل اللي سمع القصة قالوا له إن الطريق ده معروف إنه مسكون من زمان، وإن في ناس دخلته وما خرجوش أبدا. في الليلة اللي بعدها حسام صحي على صوت خبط على باب شقته. لما فتح ملقاش حد، لكن كان في ورقة مكتوب فيها الطريق بيستنى ضحيته الجاية. حسام رجع البيت مرهق بعد اللي شافه في الطريق المهجور. أول لما وصل الدنيا كانت ساكتة بشكل يخوف، حتى أصوات الشارع مش موجودة. وقف قدام باب الشقة وسمع صوت خبط على الباب. قلبه بدأ يدق بسرعة وقال في نفسه مين اللي هيجي دلوقتي. فتح الباب بشويش، لقى ورقة صغيرة متنية على الأرض. شالها وبدأ يفردها بإيده وهو متردد، ولما فتحها لقى مكتوب بخط غريب الموضوع مخلص، ادخل لوحدك لو كنت شجاع. حسام رفع عينه يبص حواليه، البيت كله ضلمة إلا نور بسيط جاي من آخر الممر. قال في نفسه مش معقول اللي بيحصل، أنا بحلم. دخل الممر بخطوات حذرة والأرضيات كانت بتطلع صوت تحت رجليه، وكان حاسس كأن حد بيتنفس وراه. وصل للنور ولقى باب أوضته مفتوح نص فتحة. أول ما قرب للباب صوت حاجة وقعت جوه الأوضة، وقف مكانه متسمر، وبعدين قرر يدخل. أول ما دخل النور طفى لوحده والباب قفل بصوت عنيف. الدنيا بقت ضلمة تماما. حسام حاول يشغل كشاف موبايله، لكنه كان سامع صوت حد بيتحرك وراه. بص بسرعة بالكشاف ولقى عيون حمرا بتلمع في الظلام. حسام وقف متسمر مكانه مش قادر ياخد نفسه، والعيون الحمرا كانت ثابتة في مكانها. وبعدها ظهرت ملامح وجه مشوه، وجه غريب مش شبه أي حاجة شافها قبل كده. حسام حاول يصرخ لكن صوته كان مخنوق كأنه محبوس. فضل يتراجع لورا بخطوات سريعة، لكنه خبط في حاجة والكشاف وقع من ايده في الأرض. الصوت العالي بتاع سقوط الكشاف قطع الهدوء، وبسرعة النور اشتغل فجأة. في اللحظة دي حسام لقى نفسه لوحده في الأوضة. كل حاجة كانت طبيعية وكأن مفيش حاجة حصلت، حتى الكشاف كان مرمي على الأرض وشغال. قال بصوت عالي أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، أنا لازم أخرج من هنا حالا. اتجه ناحية الباب، لكن لما حاول يفتحه لقى الباب مقفول تماما وكأنه معمول عليه قفل حديد. بدأ يسمع صوت همسات جاية من الجدران، أصوات غريبة بتكرر اسمه ببطء. حسام، حسام. بص حواليه وهو بيترعش، ولما لف وشه ناحية المراية الكبيرة اللي في الأوضة لقى انعكاسه في المراية مش بيتحرك. انعكاسه كان واقف ثابت، لكن كان بيبصله بيبتسم ابتسامة مرعبة. حسام صرخ بصوت عالي انت مين وعايز مني ايه؟ لكن انعكاسه بدأ يضحك بصوت عالي جدا لدرجة ان حسام حس انه هيتجنن. فجأة الانعكاس مد ايده من المراية وطلع يمسكه من رقبته. ايد الانعكاس وهي طالعة من المراية كانت باردة بشكل غريب جدا، كأنها جاية من مكان ميت. حسام حاول يفلت نفسه، لكنه حس إن القوة اللي ماسكاه مش طبيعية. انعكاسه في المراية كان بيقرب وشه منه، وعينيه الحمرا كانت زي النار. في اللحظة دي حسام افتكر حاجة، افتكر الورقة اللي لقاها. بسرعة مد ايده في جيبه وهو بيترعش، طلع الورقة وصرخ بصوت عالي ايه اللي مكتوب فيكي؟ ايه اللي مطلوب مني؟ فجأة كل حاجة حوالين حسام وقفت، الضحك المرعب اختفى، الإيد اللي كانت ماسكاه اختفت هي كمان، والمراية بقت فاضية زي الأول. لكن الورقة اللي في إيده كانت بتبدأ تتغير، الحروف اللي عليها بتتحرك وتتشكل لحد ما اتكتبت جملة
الوعد اللي موفيتش بيه لازم يتسدد الليلة. حسام بص في الورقة وهو مذهول وقال لنفسه بصوت عالي: وعد؟ أنا وعدت مين؟ في اللحظة دي سمع صوت خطوات جاية من ورا الباب. الصوت كان تقيل وكأن اللي جاي عليه مش بني آدم. الباب بدأ يهتز وكأن في حاجة بتحاول تدخل. حسام بص حواليه وهو بيحاول يدور على أي حاجة يدافع بيها عن نفسه. الباب اتفتح فجأة وظهر كيان طويل لونه أسود بالكامل، عينيه زي الجمر. الكيان وقف قدام حسام وقال: جيت أطالب بوعدك اللي نسيته، جه الوقت اللي تدفع فيه التمن. حسام وقف مكانه متجمد مش عارف يتحرك ولا يتكلم. الكيان الأسود كان بيمشي نحوه ببطء وكل خطوة منه كانت بتخلي الأرضية تهتز وكأنها هتقع. حسام بصوت مخنوق قال: وعد؟ وعد إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. الكيان وقف قدامه وقال بصوت هز الغرفة كلها: من سنين وقفت عند المقابر في ليلة مظلمة وطلبت حاجة، قلت لو اتحققت هتوفي بوعدك، والنهاردة جه وقت الحساب. حسام افتكر فجأة هو فعلا في يوم كان عنده مشكلة كبيرة وراح المقابر في حالة يأس، انه نسي الموضوع تماما. لكن انا ما كنتش اقصد، ده كان كلام وخلاص. كنت مضغوط، يعني مين اللي هياخد كلام زي ده جد؟ الكيان قرب اكتر ووشه بقى قدام وش حسام بالظبط. الوعود في اللحظات دي عمرها ما بتضيع، وانت عارف ده كويس. جه الوقت تدفع التمن وإلا. فجأة حسام قطع الكيان وقال بصوت عالي مليان خوف: طب استنى، ايه المطلوب مني؟ قول لي اعمل ايه وانا اعمله. الكيان ضحك ضحكة تقشعر لها الابدان وقال: القرار مش بإيدي، اللي عمل الاتفاق هو اللي يقرر. جهز نفسك، الليلة مش هتخلص قبل ما توفي بوعدك. في اللحظة دي الأرض تحت حسام بدأت تنشق ودوامة من الظلام ظهرت وسحبت الكيان جواها. المكان بقى ساكت تماما، لكن حسام سمع صوت همسات جاية من كل مكان في الغرفة. الأصوات كانت متقطعة ومش مفهومة، لكن واضح إنها كانت بتقوله وقت الحساب قريب. حسام قعد على الأرض وهو بترعش، عينيه على الورقة اللي في إيده اللي اتحولت لرماد قدام عينيه. بعدها سمع صوت خبط على الشباك وصوت طفل صغير بيقوله: تعال العب معايا يا حسام. حسام قلبه وقف من صوت الطفل اللي بره الشباك. بص بسرعة ناحية الصوت لكنه ملقاش حد. المكان كان فاضي تماما، لكن الخبط على الشباك مخلص. صوت الطفل بدأ يضحك ضحكة مخيفة وقال: خايف ليه؟ أنا بس عايز ألعب معاك. حسام قام من مكانه وهو بيترعش، قرب من الشباك بحذر وبص بره. الشارع كان ضلمة تماما إلا من نور عمود إنارة بعيد. لكن فجأة ظهر طفل واقف تحت العمود. لبسه كان غريب وشكله مش طبيعي، وشه أبيض جدا وعينيه سودة تماما، مبتسم ابتسامة مش مريحة خالص. الطفل أشار له حسام بإيده وقال بصوت هادي: تعالى، إحنا مستنيينك. حسام قفل الشباك بسرعة ورجع لورا وهو بيحاول يلتقط أنفاسه. فجأة النور في البيت كله طفى والغرفة بقت ضلمة تماما. صوت خطوات بطيئة بدأ يملى المكان، وحسام حاسس إن حد بيتحرك حواليه لكنه مش قادر يشوف. مين هنا؟ صرخ حسام بصوت عالي لكن مفيش رد. الخطوات قربت أكتر وأكتر لحد ما حسام حس بنفس بارد على رقبته وصوت همسة جنب ودنه بيقول: أنت السبب، أنت اللي فتحت الباب. في اللحظة دي نور صغير ظهر من بعيد زي شمعة، وكان في شخص واقف في النص. الشخص كان لابس عباية سودا ووشه مغطى بالكامل. الشخص ده قال بصوت عميق: حسام، الليلة دي هي فرصتك الوحيدة. قدامك طريقين، يا تواجه الحقيقة وتوفي بوعدك، يا تعيش بقى حياتك مطارد بالظلام. أنا مش فاهم، أوفي بوعدي إزاي؟ قولولي أعمل إيه؟ الشخص رفع إيده وفجأة ظهر مشهد في الهوا قدام حسام. المشهد كان من سنين، يوم ما كان حسام في المقابر. شاف نفسه وهو بيقول: يا رب، لو خرجتني من المصيبة دي أنا مستعد أعمل أي حاجة، حتى لو أضحي حسام شهق وهو فاكر الجملة اللي قالها: لا، أنا ما كنتش هقصد. الشخص الغامض رد: الكلام اللي خرج منك كان نابع من قلبك، ووعدك لازم يتحقق. الوقت بيخلص، قرر دلوقتي. الغرفة كلها بدأت تهتز وحسام وقع على ركبته. مشهد الطفل بره الشباك والكيان والظلام كله رجع في دماغه، وصوت في عقله كان بيصرخ: ادفع التمن، ادفع التمن. حسام كان على ركبته مش قادر يسيطر على نفسه، صرخ وقال: أنا هعمل أي حاجة بس سيبوني، أنا مش فاهم أضحي بإيه. الشخص الغامض قرب منه وقال: فاكر الورقة اللي لقيتها؟ الإجابة فيها. حسام فزع بسرعة ودور في جيوبه وطلع الورقة اللي كان لقاها قدام باب البيت. كانت مكرمشة لكن الكتابة عليها بقت أوضح
وكأنها منورة في الضلمة. حسام قرب بصوت عالي: أوفي بوعدك أو سلم روحك للظلام. اللحظة دي حس حسام بحاجة تقيلة على صدره، نفس بصعوبة ووشه كان مبلول بالعرق. بص حواليه وفجأة شاف الكيان اللي كان عند الشباك واقف في زاوية الغرفة مبلم وساكت. وعدي كان إني أضحي بأي حاجة، لكن أنا مش فاكر كنت أقصد إيه. الشخص الغامض أشار للكيان وقال: ده مش مجرد شبح، ده جزء منك، من ماضيك اللي حاولت تهرب منه. دلوقتي لازم تواجهه وتقرر، يا تتحرر منه وتوفي بوعدك يا تستسلم ليه. حسام جمع شجاعته رغم انه كان مرعوب. وقف قدام الكيان اتحرك، قرب منه بخطوات تقيلة وكان صوته مليان غضب: فاكرني؟ انا اللي تركته، انا اللي استغنيت عنه، دلوقتي جاي تتهرب مني. حسام افتكر فجأة كل حاجة وضحت في دماغه. الكيان ده كان جزء من خطأ كبير ارتكبه زمان، يوم ما خان صاحبه الوحيد علشان مصلحته وسابه يغرق في مصيبته لوحده. أنا آسف، أنا غلطت، مش عارف كنت بفكر في إيه وقتها. الكيان بصله بنظرة مخيفة وقال: الندم مش كفاية، لازم تدفع الثمن. حسام افتكر جملة الشخص الغامض إنه لازم يضحي بحاجة علشان ينقذ نفسه. بص حواليه وكل حاجة حواليه كانت ضلمة وصمت. حس حسام إنه لازم يتخذ القرار بسرعة. أنا مستعد أضحي بروحي، بس خلوني أصلح غلطتي وأساعد صاحبي حتى لو مشيت بعدها. بمجرد ما قال الجملة دي النور رجع للغرفة والكيان اختفى. الشخص الغامض اتبخر وحسام لقى نفسه واقف في أوضته وكل حاجة شكلها طبيعي، لكن في نفس الوقت سمع صوت جرس الباب بيضرب. فتح الباب ولقى صاحبه اللي كان فاكر إنه اختفى من زمان واقف قدامه، لكنه كان شكله متغير وكأنه عدى عليه سنين من العذاب. قال له بصوت هادي ومخيف في نفس الوقت: حسام، وقت الحساب بدأ. حسام فزع من نومه وكان قلبه بيدق بسرعة وكأنه عايش اللحظة فعلا. بص حواليه لقى نفسه على سريره والغرفة هادية زي ما هي. استوعب إن كل اللي شافه كان كابوس. مسح عرقه وهو بيقول لنفسه كان حلم، لكنه أكيد مش مجرد حلم. قام حسام من على السرير وقعد يفكر في كل حاجة حصلت. الكابوس ده كان رسالة واضحة ليه: ما تهملش وعودك مهما كانت بسيطة، كل وعد له تمن. قرر إنه لازم يكون إنسان مختلف، شخص بيوفي بوعوده وبيتعامل مع حياته بجدية أكتر. الكابوس ده كان مجرد إنذار، لكنه أنقذه من واقع ممكن يكون أصعب. في حي هادي الدنيا قامت على خبر غريب: موظف بسيط اسمه أدهم اتقتل في شقته، والصدمة كانت إن الشقة مقفولة جوه بالقفل والشبابيك كلها عليها حديد. اللي اكتشف الجريمة كان سامي حارس العمارة. كان ريحة غريبة طالعاله من الشقة والناس اشتاكوا. سامي حاول يخبط على الباب لكن مفيش أي رد. جاب المفتاح الاحتياطي ولما فتح الباب اكتشف إن القفل مقفول من جوه. الشرطة وصلت بسرعة ومعاهم المحقق خالد المعروف بذكائه. دخل خالد الشقة ولاحظ حاجات غريبة: الجثة أدهم مرمي جنب مكتبه شكله مرعوب وفي إيده ورقة مكتوب عليها رقم 302. سامي، انت اكتر واحد في العمارة بيشوف كل الناس. الليلة اللي حصلت فيها الجريمة كنت فين؟ كنت في اوضتي اللي هي جنب مدخل العمارة. كنت نايم وصحيت على صوت خبط في الشقة فوق، بس لما طلعت ابص ما لقيتش حاجة غريبة. طيب في اي حد دخل او خرج من العمارة وقتها؟ بصراحة شفت ماجد صديق ادهم دخل حوالي الساعة 2:30 الفجر، لكنه مشي بسرعة بعدها. طب ليه ما قلتش ده من الاول؟ ماجد قال لي انه جاي يطمن على ادهم، ما كنتش عايز اعمل مشاكل. سامي لما افتكر اكتر قال ان الشقة كان فيها ضوء غريب كأنه وميض خفيف، لكنه اختفى فجأة بعد صوت الخبط. نورة جارة ادهم، نورة كانت اول حد اشتبه فيه خالد، خاصة انها سمعت اصوات في وقت الجريمة وما طلعتش تشوف. خالد قال لها: ايه اللي منعك تخرجي تشوفي ايه اللي بيحصل؟ نورة ردت وهي بترتبك: انا كنت خايفة، الصوت كان غريب قوي كأنه حد بيتخانق او حاجة تقيلة بتقع. خالد قال لها: وليه ما استنيتيش لحد ما تتأكدي؟ نورة ردت: انا شفت مرة حاجة عجيبة زي ظل حد داخل الشقة بسرعة قبل الصوت ما يبدأ، بس كنت فاكرة انه ادهم. خالد شك ان الظل ده ممكن يكون القاتل، بس ما قدرش يستوعب ان نورة مخبية حاجة. في اي حد شفتيه داخل العمارة او خارج منها؟ نورة ردت بتردد: في شاب كنت بشوفه كتير الايام اللي فاتت مع ادهم، دايما كانوا بيتكلموا بهمس. خالد قرر يراجع كاميرات المراقبة لكنه اكتشف انها متعطلة من 3 ايام، وهي نفس المدة اللي بدأ فيها ادهم يقول كلام غريب عن الغرفة 302.
ماجد صديق الضحية. خالد لاحظ ارتباك واضح على ماجد أثناء التحقيق، خاصة لما جابوا سيرة الغرفة اللي بتختفي. خالد قال له: أدهم كان بيقول لك إيه بالظبط عن الغرفة؟ ماجد رد وقال: كان بيقول إنه اكتشف حاجة كبيرة جوه الشركة، بس كان خايف يقول لي التفاصيل. طب ليه ما حاولتش تساعده أو تبلغ الشرطة؟ ماجد رد عليه بارتباك، قال له: هو طلب مني ما ادخلش في الموضوع، قال إن اللي بيدخل ممكن ما يخرجش، وأقسم لي إنه هيمسح أي دليل. خالد لاحظ إن ماجد عارف أكتر وقرر يراقبه في السر. في وسط بحث خالد لقى في مكتب أدهم ملف قديم متعلق بشركة كان بيشتغل فيها. في الملف كان مكتوب عن غرفة 302 وإنها كانت غرفة تخزين في الشركة، لكنها اتقفلت بعد حادثة غريبة حصلت فيها. خالد رجع مكتبه وبقى يقلب في الأدلة. فجأة تليفونه رن وكان رقم مجهول. الصوت كان هادي وبارد: لو عايز تعيش انسى الموضوع ده، الغرفة دي ليها أصحابها. خالد بص حواليه بخوف والإضاءة حوالينه بدأت تضلم تدريجيا. بعد المكالمة الغريبة المحقق خالد ما قدرش يسيب الموضوع. إحساسه كان بيقوله إن الجريمة دي أكبر من مجرد حادثة قتل. في نفس الليلة رجع خالد لمكتبه وقرر يفتح تحقيق في شركة أدهم القديمة بشكل أعمق. لما خالد سأل الموظفين القدامى عن الغرفة كلهم كانوا بيتفادوا الكلام عليها كأنهم خايفين. أخيرا لقى موظف قديم اسمه الحاج رضوان اللي وافق يتكلم. الغرفة دي لعنة يا بيه، من سنين كان فيها اجتماع لمجموعة من الموظفين. بعد الاجتماع مفيش ولا واحد فيهم خرج منها. لما فتحناها تاني يوم لقيناها فاضية كأن الأرض بلعتهم. من ساعتها الشركة قفلتها ونسيت الموضوع. خالد قرر يرجع الشركة بالليل. كان عارف إن المدير مش هيسمح له بالتحقيق جواها، فدخل بطريقة غير قانونية. وهو ماشي في الممرات المظلمة حس بأصوات غريبة جاية من اتجاه الغرفة 302 زي همسات وصرخات مكتومة. لما وصل للباب لقى عليه نفس الرقم اللي كان مكتوب في ورقة أدهم 302. خالد فتح الباب ببطء ولقى صندوق لكنه كان مفتوح وجواه رسالة جديدة: اللي يدور على الحقيقة لازم يكون مستعد يدفع الثمن. قبل ما خالد يقدر يرد سمع صوت بيهمس في كل أركان الغرفة: الخروج من هنا مش مضمون. خالد رجع لشقة أدهم بعد ما جمع الأدلة وكان في يقينه إن الحل موجود جوه الشقة نفسها. بص حواليه كل حاجة كانت زي ما هي، لكن حاجة واحدة اختلفت. كانت في ورقة ملزوقة على باب الشقة مكتوب عليها: ابعد عن الموضوع ده وإلا الغرفة هتاخدك انت كمان. بدل ما يخاف خالد دخل الشقة بتحدي. لاحظ إن كل حاجة في الشقة مترتبة باستثناء دولاب صغير في الزاوية كان مخلوع منه ضرفة واحدة. قرر يفتش جوه لكنه لقى ملاحظة صغيرة مكتوبة بخط أدهم: الغرفة 302 مش مجرد غرفة، اللي يدخلها ما يخرجش زي ما كان، بس القاتل دايما بيكون قريب منك أكتر مما تتخيل. الكلام ده رج خالد لكنه ركز. فجأة لقى ماجد واقف ووشه شاحب. خالد قال له بحدة: ايه اللي جابك هنا يا ماجد؟ ماجد قال له: جيت، كنت خايف انك تعمل حاجة تندم عليها. خالد قال له: عارف ايه اللي حصل لأدهم صح؟ ماجد زعله وقال له: مش انا اللي قتلته، انا كنت بحاول احذره لكنه فضل يدور في حاجات ملهاش لازمة. خالد قرب منه وقال له: مش انا اللي هحكم، أدلة أدهم قالت لي ان القاتل هو شخص عزيز عليه وكان عارف عنه كل حاجة. فجأة ماجد بينهار وقال له: ما كانش قصدي، هو كان بيهددني انه يكشف اللي عرفته عن الغرفة 302. قال انه هيوصل الحقيقة للكل، بس لو حصل ده انا كنت هبقى الضحية الجاية. ماجد اعترف انه ما قتلش ادهم بشكل مباشر، كان مخطط يخوفه بس. لكن ادهم لما عرف الحقيقة حاول يقفل الموضوع والغرفة تدخلت بطريقة مش مفهومة. ماجد قال الغرفة مش مكان عادي، اللي يدخلها بيرجع شخص تاني او ما بيرجعش خالص. خالد قال له: يعني اللي قتل أدهم هو الغرفة نفسها؟ ماجد رد وقال له: محدش عارف، بس أدهم كان آخر واحد دخلها. خالد قرر يروح الغرفة 302 علشان يكشف السر بنفسه. الباب اتقفل ورا خالد وبدأ يسمع همسات مكتومة، بعدها صمت تام.
في يوم كان يوم عادي جدا، بنتها على البحر، الجو هادي والدنيا رايقة. الأم بتضحك والبنت في العوامة. قالت لها خليكي هنا يا حبيبتي، ماما هتجيب لك العصير وهتيجي. وسابت البنت. الأم بعدت خطوتين بس، كانت بتدور في الشنطة. الموج بدأ يعلى والعوامة اتحركت بعيد، والبنت لسه مش فاهمة لحد ما ابتدت تخاف. فجأة الأم بصت، لقت إن العوامة بعدت. صرخت مريم مريم، بس البحر كان عمال ياخد العوامة بعيد أكتر. الأب إجا بسرعة، جري، قال لها في إيه؟ قالت له مريم الحقها. جري الأب، دخل البحر وبدأ يعوم، وكل ما كان بيقرب من العوامة كانت العوامة بتاخد البنت وبتبعد. قعد يقول لها ما تخافيش يا مريم، وهي تضحك ومش فاهمة. قالت له أنا مش خايفة يا بابا، لحد ما بعدت أكتر وأكتر. وهنا بدأت البنت تخاف. الناس اتجمعت والغواصين نزلوا، دقيقة، ساعة، يوم، وهي كل ثانية كانت بتعدي كانت بتنادي وبتنهار. الدنيا كلها واقفة إلا قلبها اللي لسه بينادي. وفي آخر اليوم التاني الغواص طلع شايل جسم صغير ملفوف، والأم وقعت على ركابها صرخة، محدش قدر يسكتها. اللي كان أمل بقى وجع. لحظة غفلة ممكن تسرق العمر كله. خلي عينك دايما على ولادك، البحر جميل بس مش دايما آمن. ما تقولش دي ثانية، اللحظة اللي بتغيب فيها ممكن تكون آخر لحظة تشوف فيها ضحكته. قصتنا بتبدأ مع كريم اللي داخل محل موبايلات بيدور على موبايل رخيص. بيلاقي واحد شكله جديد بس السعر غريب جدا، ان هو ارخص من الطبيعي. لقى راجل عجوز جوه المحل، قال له السلام عليكم، عندك موبايلات رخيصة؟ العجوز رد عليه بصوت هادي لكنه غامض، وعليكم السلام، كل حاجة ليها تمنها حتى الرخيص. بعدين بص لكريم نظرة غريبة وقال له انت متأكد انك عاوز موبايل من هنا؟ كريم وقف مستغرب، قال له ايوه طبعا، هو انا اول واحد يشتري من عندك؟ العجوز ضحك ضحكة مكتومة وقال له اخر واحد اشترى من هنا ما رجعش تاني. وبعدين بص للموبايل اللي على المكتب، قال له لكن لو مصمم خده، بس ما تفتحوش بعد نص الليل. كريم ضحك وقال ايه يا عم الاساطير دي، ده موبايل مش كتاب سحر يعني. العجوز رد عليه بحدة وقال له قلت لك ما تفتحوش بعد نص الليل، وإلا الرقم هيكلمك. كريم مستغرب بس أخد الموبايل وقال رقم إيه؟ العجوز قال بصوت هامس 3 سبعات، 3 ستات، 3 تسعات. كل اللي سمع صوته عمره ما اتكلم تاني. كريم اتوتر للحظة لكنه بيهز راسه ويروح ناحية الباب. قبل ما بيخرج بيسمع العجوز بيهمس بصوت غريب حظ سعيد يا كريم. كريم اتجمد مكانه، هو ما قالش اسمه للعجوز. وبعدين بصله وهو مرعوب، لكن العجوز بصله بابتسامة كأنه ما قالش حاجة. يخرج كريم بسرعة وهو مش مرتاح نهائيا. كريم بيقرر ان هو يرجع للبايع تاني. بيروح المحل تاني يوم، بيلاقيه مقفول وعليه ورقة قديمة مكتوب عليها المحل مغلق منذ 5 سنوات. يستغرب كريم وبيسأل واحد من الجيران، فبيقول له صاحب المحل مات في حادثة غريبة، كنا بنسمع أصوات غريبة جاية منه، ولما فتحناه لقيناه ماسك موبايل ووشه كان بيتجمد على صرخة مرعبة. كريم بدأ يحس بالخوف، الموبايل بيرن في جيبه. لما طلعه لقى على الشاشة مكتوب انت الضحية الجديدة. كريم بيرجع البيت، بيفتح الموبايل بيلاقيه فاضي تماما، مفيش أي تطبيقات غير جهات الاتصال والمكالمات. الساعة 12 بالليل فجأة الموبايل بيرن، الرقم 3 سبعات، 3 ستات، 3 تسعات. كريم بيستغرب وبيرد بس مفيش صوت، مجرد أنفاس مكتومة. فجأة صوت غامض بيقول دلوقتي دورك بدأ، مبروك يا كريم. الخط بيفصل والشاشة بتطفي لوحدها. كريم بيحاول يقفل الموبايل لكن كل ما بيقفله بيشتغل تاني لوحده. الغرفة مظلمة إلا من ضوء خافت خارج من شاشة الموبايل. كريم مرهق ومرعوب، كل ما بيقفل الموبايل بيشتغل تاني لوحده.
شاشة التليفون عمالة تنور وتطفي وكأن حد بيحاول يخليه مفتوح. كريم مضطرب وبيكلم نفسه، قال ايه القرف ده؟ انا قفلته بايدي. بيمسك الموبايل بعصبية وبيقفل على زر الاغلاق. الشاشة بتطفي، لحظة صمت. فجأة الشاشة بتنور تاني لوحدها، نفس الرقم المرعب، 3 سبعات، 3 ستات، 3 تسعات بيظهر، بس المرة دي بدون ما يرن. كريم بيصرخ بفزع وبيرمي الموبايل على الأرض. كفاية! يتنفس بسرعة ويقرر ينهي الكابوس ده. يرفع الموبايل بعصبية ويروح على الحمام، يرميه في التويلت ويغطيه بالمية، يشوفه بيغرق تماما، وبعدين يتنفس بارتياح، يقف للحظة ويطلع من الحمام. لكن فجأة بيرجع لمكتبه، الموبايل هناك سليم تماما، بينور تاني لوحده. كريم بصوت مرتجف، ازاي؟ الموبايل بيرن، نفس الرقم. كريم بيبرق، أنفاسه بتتصارع، يمد ايده ببطء شديد يضغط على الشاشة، لكن قبل ما بيرد الصوت بيجي من السماعة حتى قبل ما يفتح المكالمة. صوت غامض من موبايل، أنا شايفك يا كريم. كريم بيبص في الموبايل وأنفاسه متسارعة وعرقه بيتصبب. الموبايل مازال على المكتب، الشاشة عمالة تنور وتطفي. صوته الداخلي بيصرخ إن هو لازم يتخلص منه فورا. بيبص حواليه بجنون، بيدور على أي شخص، أي حد ينقذه من الكابوس ده. لو الموبايل ده وصل لحد غيري يبقى خلاص أنا مشكلتي انتهت. بيخرج بسرعة من الأوضة، عيونه بتدور في المكان، بيدور على أول شخص يقابله. يسمع صوت خطوات جاية، بيلتفت بسرعة وهنا بتظهر ندى واقفة عند الباب، حاجبها مرفوع من القلق. بتبص لكريم اللي واقف قدامها، وشه شاحب وعرقه نازل. بيمسك الموبايل كأن حاجة بتلسعه. ندى مستغربة، كريم انت كويس؟ شكلك تعبان. كريم ما بيردش، عيونه بتتنقل بين وشها والموبايل، أنفاسه تقيلة، أفكاره متلخبطة. دي فرصته، لو الموبايل خرج من إيده هيرتاح. كريم رد عليها وقال أنا تمام، بس خدي ده كده لحظة. بيمد إيده ويديها الموبايل. ندى بتاخده تلقائيا بدون تفكير، بتبص على شاشته، واللحظة دي بتحصل حاجة غريبة جدا. الموبايل اللي كان شغال ومنور فجأة الشاشة بتطفي، كأن اللعنة اتحولت لشخص تاني. كريم بتوسع عيونه، هل هو فعلا تحرر؟ ندى بتقول باستغراب، ايه ده؟ موبايل جديد؟ جايبه منين يا كريم؟ كريم بياخد خطوة لورا وعينه متعلقة بالموبايل في ايدها. قلبه بيدق بسرعة بس بيحاول يخفي توتره. كريم قال كنت عاوزك تجربيه وتقولي لي رأيك فيه. ندى بتبصله نظرة غريبة وبعدين بتضغط على زر التشغيل. الشاشة بتفضل سودة، بتحاول تفتحه تاني ومفيش أي حاجة بتظهر. ندى بتقول ايه ده؟ بايظ؟ شكلك اتضحك عليك يا كريم. كريم مش مصدق، الموبايل كان شغال قدامه، الرعب اللي فيه كان حقيقي، بس دلوقتي مفيش حاجة بتحصل. هل ده معناه إن اللعنة فعلا انتقلت لندى؟ ندى بترفع كتفها بإهمال كده وبتحط الموبايل في جيبها، بعدين بتقوله مش مهم، أشوفه بكرة، المهم أنت محتاج تنام، شكلك عامل زي الشبح. كريم بيبتسم ابتسامة متوترة لكنه حاسس براحة لأول مرة، وأخيرا خلص منه. ندى بتقوله سلام وبتخرج من المكان. الباب بيتقفل. كريم بياخد نفس عميق، يسيب نفسه يقع على السرير ويغمض عيونه، أول مرة يحس إنه هينام مرتاح. ندى قاعدة في أوضتها ماسكة الموبايل بتحاول تفتحه. الشاشة بتفضل سودة، بتتنهد وتسيبه على المكتب جنبها. فجأة الشاشة بتنور لوحدها، الرقم الغامض 3 سبعات، 3 ستات، 3 تسعات بيظهر، لكن المرة دي في رسالة تحته، رسالة مكتوب فيها شكرا لكريم، دلوقتي دورك انت يا ندى. ندى بترفع الموبايل ببطء، عينيها فيها رعب شديد. الشاشة بتطفي فجأة، وفجأة اللي حصل محدش يتخيله.